الهيد باند دي في الحقيقة كيوت وجميلة خالص. تخيلي كده لو عندك بيبي مولودة وعملت لها حاجة في الرقة دي، او لو عندك اي بنوتة لأي سن، او ليكي انتي، لينا احنا يا كبار، هتبقى جميلة وشيك جدا. فيلا بينا على طول ننفذها ونشوف هتتعمل ازاي. في البداية بنعمل عقدة البداية عادية خالص، وبنبتدي نرتفع عدد من السلاسل يكون عددها بتقبل القسم على 3. انا هنا عملت 90 سلسلة. لو انت هتعمليها اصغر مقاس لبيبي لسه مولودة هتبدأي ب51 سلسلة. تمام. طيب بعد ما خلصنا عدد يقبل القسم على 3، بنرتفع 2 سلسلة كمان بالشكل ده. بعد كده بنسيب اول غرزة تقابلني، والغرزة اللي بعدها بنزل فيها وبعمل حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو. بمشي الدور كله لاخر الدور بالشكل ده، بنعمل غرزة حشو في كل السلاسل اللي تقابلني. بعد كده هبتدي الدور التاني بخيط يفضل انه يكون اخضر، علشان يديكي شكل القاعدة بتاعت الوردة، الفرع بتاعها الاخضر ده. فهجيب خيط لونه اخضر وهعمل عقدة بداية، وهاجي بقى في بداية الدور من هنا اخر غرزة من تحت حرف الفي كده بالشكل ده، وهسحب الحلقة اللي انا عملتها، وهبتدي اطلع 3 سلسلة. هلف الخيط على الابرة وهسيب غرزتين، 1 2، وهدخل في التالتة وهعمل عمود، عمود بلفة عادي خالص. بعد كده هعمل سلسلة وانزل في نفس الغرزة واعمل عمود، هاخد لفة على الابرة وهسيب 2 سلسلة، 1 2، وهدخل في التالتة واعمل عمود وسلسلة، وفي نفس المكان اعمل عمود، لفة على الابرة واسيب غرزتين وادخل في التالتة واعمل عمود وسلسلة، وفي نفس المكان اعمل عمود. كون عندي حرف في. حرف في عبارة عن عمود وسلسلة وعمود، هتبقى معايا بالشكل ده، وهكمل الدور كله بالشكل ده. هنا خلاص انا خلصت الدور وجيت للنهاية، وفي النهاية هعمل عمود واحد بلفة زي ما انا بدأت هنا بعمود في البداية، لازم انهي في الاخر برضو بعمود. يعني بعد اخر حرف في ده هنزل هنا واعمل عمود في اخر غرزة، هرتفع بسلسلة وهنهي الشغل خالص، هقصه علشان ابدأ في اللون الجديد اهو بالشكل ده. هسحب الفتلة معايا، بقت عندي بالشكل ده. هبتدي الدور اللي بعده، هدور الشغل وهشتغل طبعا على الاخضر ده. اللون اللي بعده يفضل انه يكون بينك، بينك او احمر، المهم يديكي شكل الوردة يعني. فهجيب خيط بينك معايا وهبتدي هعمل عقدة بداية اهو بالشكل ده، وهاجي في اول غرزة اللي هي العمود دي هسحب منها الحلقة اللي انا عملتها، وهبتدي اطلع بعمود برضه، 1 2 3 اهو بالشكل ده. هاجي بقى على طول لاول فراغ عملته اللي هو في حرف الفي ده، وهبتدي اشتغل جواه 5 عمود، عمود عادي بلفة. هنعمل 5 اعمدة، 1 2 3 4 5. طبعا كل الخيوط دي هنضفها بعد كده. بوسع كده الحلقة من على الإبرة وبشيل الإبرة خالص، بنزل والإبرة فاضية في أول عمود عملته تحت أول حرف في هنا، وبسحب معايا الحلقة اللي أنا عملتها من الظهر كده أهي
بالظهر ده، وهشد الخيط معايا عشان اقفل ويطلع عندي شكل الوردة. شايفة ازاي؟ بعد ما اخلصها بعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هروح على طول للفراغ اللي بعده حرف الفي وهكرر اللي انا عملته. هعمل هنا 5 عمود، 1 2 3 4 5. بوسع كده الحلقة بتاعتي وبشيل الإبرة خالص، واجي من تحت أول عمود عملته هنا حرف الفي ده أدخل الإبرة واسحب الحلقة من ورا اهي بالشكل ده كده. هسحبها وهشد الخيط معايا عشان اقفل عليها ويديني شكل الوردة بالشكل ده. بعد ما اقفل خلاص ما انساش ان انا اعمل 3 سلسلة، 1 2 3. نكررها تاني عشان لو ما اخدتيش بالك. بناخد لفة على الإبرة ونروح للفراغ ونعمل 5 عمود، بوسع الحلقة بتاعتي شوية واشيل الإبرة، بنزل من تحت أول عمود عملته تحت أول حرف في واسحب الحلقة اللي أنا سبتها دي من الخلف من هنا بالشكل ده، وهشد الخيط عشان أقفل معايا شكل الوردة أهو. بعد كده هعمل 3 سلسلة وهكذا هكمل لآخر الدور. بعمل 5 عمود، وأوسع كده الحلقة وأشيل الإبرة خالص وأدخل في أول عمود عملته تحت أول حرف في عندي هنا، وأسحب الحلقة من الخلف وأقفل عليها، أشد الخيط كده وأعمل 3 سلسلة وهبتدي هكرر معايا كده لآخر الدور. هنا خلاص خلصت الدور وبقى عندي بالشكل الجميل ده. هاجي هنا في آخر غرزة عملتها زي ما بدأت بعمود لازم بنهي بعمود، هدخل في الفراغ ده على طول وهعمل عمود وهعمل غرزة سلسلة وهبتدي أقص الشغل معايا. هسحب الخيط وكده نهيت الدور ده. أنا هنا نهيت الدور وبقت عندي بالشكل الجميل ده. الدور اللي بعده هعمله بقى بنفس اللون الأوف وايت، هعمل زي برواز بقى حوالين القطعة اللي أنا عملتها. يعني أنا عملت السطر ده أهو هاجي من أول هنا من الجنب هنا وهنضف الخيوط دي معايا بالمرة وانا ماشية. هبتدي اعمل غرز حشو هنا، همشي عليها كده وهمشي هنا برضو غرز حشو وهنهي في النهاية بغرز حشو، بحيث اعمل برواز للقطعة اللي معايا تبقى شكلها نظيف وجميل كده، تبقى كده بالشكل ده اهي. هتبقى معايا في الاخر بالشكل ده من الجناب ومن فوق ومن تحت عاملة اللون الاوف وايت. فهاجي هنا في الطرف ده، في الطرف الاوف وايت اللي انا عملناه في الاول دوت، هبتدي اجيب الخيط الاوف وايت معايا، هبتدي ادخل هنا في اول غرزه اوف وايت عملتها هنا وهبتدي اسحب الخيط اهو. هاخد بقى الخيط ده معايا بالمره وانا ماشيه هنضفه اهو. دخلت الابره تحت اول غرزه هنا اهو معايا وعملت هنا عقده بدايه وهسحبها. هبتدي انزل في الفراغ اللي هو الاخضر ده وانا اخده الخيط معايا كده عشان انضفه، وهعمل غرز حشو 1 2. عملت 3 غرز حشو في اول الارتفاع اللي هو الاخضر ده. هاجي بعد كده في الغرزه اللي بعدها الخضرة دي برضو وهعمل حشو وكمان واحده حشو عشان تديني ايه الزاويه بتاعتها اهي. همشي بقى على طول، هدخل على طول في أول في تحت بقى الروز بقى كده وهعمل حشو. كل بقى فراغ يقابلني هعمل فيه 3 حشو، همشي بقى كله كده 3 حشو 1 2 3. خلاص الخيط ده بقى انا هبقى اقصه بعد كده، اخدته معايا نضفته معايا اهو بقى عندي بالشكل ده.
بعد كده هنروح للفراغ اللي بعده واعمل 3 حشو، والفراغ اللي بعده واعمل 3 حشو، وهمشي كده للدور كله. في كل فراغ يقابلني هعمل فيه 3 حشو عشان يديني في الاخر زي الدور اللي عملته من تحت اهو، دور حشو من تحت ودور حشو من فوق، بروزت القطعة اللي معايا. هكمل كده للاخر ونرجع نشوف هنعمل ايه. وصلت هنا لنهاية الدور، وزي ما عملت في الطرف ده حشو هبتدي هعمل هنا برضو، همشي على العمود ده حشو. هعمل يعني هكمل البرواز بتاعي. هعمل هنا 3، 1 2 3، وعلى العمود الأخضر برضو 3. بالشكل ده. وهاجي في آخر بقى غرزة عملتها اللي هي الأوف وايت دي، هعمل فيها منزلقة وسلسلة وهقفل الشغل بتاعي كده. خلاص أنا خلصت القطعة بتاعتي، مش فاضل بس غير الرباط اللي هربط بيه بقى. فانت بتقيسي بقى كده على قد الراس، تشوفي الرباط يعني طوله هيكون قد ايه. هو ملوش بقى طول معين، على حسب المقاس اللي انت بتعمليه. هاجي في الجزء ده في النص كده تقريبا، وهبتدي هسحب الخيط معايا بالشكل ده. هاخد الخيطين مع بعض عشان اثبتهم مع بعض. هعمل سلسلة، دي تعتبر اول سلسلة. هبتدي اطلع ب25 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 هنا خلاص عملت 25 سلسلة. بعمل ايه بعد كده؟ بسيب 1 2 3 وبدخل في الرابعة هنا وهعمل عمود. انا هنا عايزة اعمل زي حلية في طرف الشريط بتاعي، في طرف الرباط، يعني هتبقى حاجة زي كده، تبقى تدي شكل حلو للرباط من ورا كده. يعتبر عملت عمودين، اللي هو يعتبر الارتفاع ده عمود وده عمود تاني، وفي نفس الغرزة اعمل عمود تالت. العمود الرابع بقى عبارة عن 3 سلسلة، وبنزل في نفس الفراغ ده في نفس السلسلة دي واسحبه، اعمل منزلق اهو بالشكل ده. هطلع كمان 1 2 3 وهعمل في نفس المكان عمود 2، والتالت 1 2 3 قصدي الرابع، وانزل اعمل منزلقة. بصي هتديني شكل فروع الوردة، يعني حاجة حلوة كده. يعني حبيتي تعمليها اعمليها، ما حبيتيش تعمليها مش مشكلة، بس بتدي شكل حلو للرباط. هنطلع تاني 1 2 3 وهنزل في الفراغ واعمل عمود 2 كده. بقى عندي 3 أعمدة. هعمل 1 2 3 ده العمود الرابع، وهنزل اعمل منزلقة. نعمل كمان واحدة عشان نقفل 4 أركان الوردة. 1 2 3 ده يعتبر أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، والرابع عبارة عن 3 سلسلة، وانزل اعمل منزلقة. اهو بالشكل ده يا بنات. هعمل سلسلة امان وهقص الشوط، وهعمل طبعا الطرف التاني نفس اللي انا عملته ده بالظبط. وهبتدي هنضف الخيوط بتاعتي، اهم حاجة لان انا عندي بواقي يعني خيوط كتير عايزة تتنضف. هخلصها وهتبقى معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة سهلة وجميلة، وممكن يعني لو حواليكي اي بنوتة لازم تعمليها لها، حاجة جميلة ورقيقة جدا. او رايحة تهادي واحدة صاحبتك عندها بنوتة، ممكن تعمليها لها كهدية، وممكن كمان كمشروع، وبواقي خيط وما تكلفتش حاجة. فحاجة حلوة وخفيفة يعني وظريفة وما بتاخدش وقت. يا ريت تنفذيها، وعايزة اشوف رأيك في التعليقات، ويا ريت اللايك الجميل بتاعك اللي بيسعدني. وشكرا، كنت سعيدة اني كنت معاكي.